السلام عليكم، اليوم معكم أنا قبل جيلنا وراح نفتح كرتونة الأس 24 ألترا، وإسا راح نترك الأس 22 ألترا ونجيب الأس 24 ألترا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسا راح نفتح الكرتونة من فوق مش من الجنب لأنه أحلى. اوه مش تكون دقمت الجوال. في سكينة ثاني. هاي من احلى شعور لما تكون عم تفتح كرتونة جوال او كرتونة اي جهاز الكتروني. انك تفتح الكرتونة احلى من انك تفتحها جنب. ها بالنسبة هذا مشان حماية الجوال، ومنيح احنا مش حاطينه صغير كمان. هذا الحلو مشان عاملين قيمة حق الجوال. وصلنا للنهاية. أس 24 ألترا. هاي فتحناها. هسا الثاني هذا نزيحهم. 3 2 1. أحلى شعور في كل المقطع. هاي لصقة الجوال. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه الكاميرات بعد محلهم بس كبروهم شوي كيف عارف. هذا أحلى شعور، مش راح أحكي بس اسمعوا الصوت. هذا أحلى صوت. الشاشة هاي كمان حطوا السواد فيها أكثر من الاس 22 ألترا بكثير. يعني لما تعمل الإشي راح أفرجيكم مثال كيف السواد فيها لأنه هسه مبين ضي. عشان هيك راح نجربها بعدين بالفيديوهات لقدام. بعد راح نكمل فتح. هاي اللي بكون فيها هذول وراء. لا فيش كفر، مع الأسف فيش كفر، كرتوني فاضي. إسا راح نحكي عن اللون الأسود، اللون الفخامي بالنسبة لي. غير ما الجهاز فخم جاي معه لون الفخامي. وكمان هاي شاشة مسطحة. ملمس الشاشة تغير لأنه الشاشة مسطحة. وهون في الاسبن. الاسبن كيف أعرف غيروا اللون؟ شوي حسيت إنه في شوي تغيير في اللون، بس كنت أتمنى إنه الشركة تزيد أزرار بعد.
انه يكون في اختصارات بعد اكثر، تحكم اكثر في الاسبن. بعرف انه الاسبن فيه كثير ميزات ومرة شرحت عنه بالقبل، بس بتمنى انه يكون فيه ميزات اكثر مع ازرار اكثر. انا حسب رايي بوجهة نظري انه الزر واحد في القلم ما بكفي. انا هاي بوجهة نظري، بتمنى يزيدوا اشياء. وهاي عملوها مسطحة اكثر من قبل. الصراحة المسكة كمان كثير حلوة وكثير مريحة. وكمان هاي في الأصل 22 ألترا كان فيها فتحات. راح يكون في صورة المقطع كيف. الصراحة لون الفخامة كثير حلو، اللون الأسود بالنسبة لي. ونسينا كمان إشي، نسينا الكابل، ونسينا اللي بيفتح الشريحة. نسينا هون في هاي. ذكرت بس في الأوراق في هاي، وقلت خلينا نشوف شو بعد فيه. طلع في الكابل تايب سي تايب سي. الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجا بكسل، والزوم يصل ل 100 زوم. كاميرا السلف 12 ميجا بكسل. تصوير الفيديو 8K 30 فريم في الثانية، كنت حاب يكون 60، وال4K 60 فريم في الثانية. ودخلوا على الجوال الذكاء الاصطناعي اللي بيعمل كثير شغلات، وهذا أول جهاز بدخلوا عليه الذكاء الاصطناعي اللي رح نحكي عنه لقدام. والجوال مصنوع من مادة التيتانيوم، وهذا أول جوال جالكسي مصنوع من هاي المادة. وعندنا شاشة الديناميك أمولود X2، وعندنا طبقة الأزاز جوريلا جلاس أرمور، وعندنا تردد شاشي بتوصل ل 120 هرتز. عندنا مساحات التخزين 256 جيجا، 512، 1 تيرا، وعندنا الذاكرة 12. الجوال صار عليه 3 مايكات، 2 من فوق وواحد من تحت، والصور على الشاشة. سطوع الشاشة يصل لحد 2600 شمعة. البطارية 5000 ملي أمبير، وبدعم الشحن السريع 45 واط. وحجم الشاشة 6.8 إنش. وفي 4 ألوان، الأزرق والأخضر والرمادي والأسود. وأنا اخترت لون أسود لأنه لون الفخامة بالنسبة لي، وأحلى ألوان من بين ال4 ألوان هذول. اكتبوا لي تحت في التعليقات شو بتحبوا أكثر لون لهذا الجوال، أو بشكل عام لأي جوال عندكم. هو صار لكم نهاية المقطع. أهم شيء اشتركوا وفعلوا الجرس وضغط لايك. باي باي.